هذه المدرسة بجامعة تيوت بتارودانت التي ستفتح أبوابها في الموسم الدراسي الجديد تعكس الرؤية الجديدة في تدبير الشأن التربوي والتعليمي على أساس شراكة بين كل الفاعلين بشكل يحول دون الهدر المدرسي في العالم القروي. هذه السنة احتفينا ولا فتحنا 3 المؤسسات الجماعاتية اللي كنراهنوا على بواسطتها للرفع من جودة الخدمات التعليمية بالتعليم الابتدائي. كذلك فتحنا مدرسة ببلدية تارودانت، وعندنا اللي كنفتخروا بها كذلك إعدادية في جامعة تلما كانت لتحدينا الجغرافية من أجل إحداث هذه المؤسسة. إقليم تارودانت ويضم 82 جماعة قروية من مجموع 89 قد يكون قاطرة في مجال التربية والتعليم من خلال شراكة ترمي إلى توفير كل الإمكانيات من مرافق مكملة، سواء تعلق الأمر بالداخليات أو النقل. الآن ملي توفر جميع الوسائل غادي نضمنوا الجودة ديال الحد من الهدر المدرسي، وغادي نضمنوا بالنسبة للناس اللي بعاد غادي يكون النقل المدرسي اللي غادي يجيبهم من الدواور ديالهم. بالنسبه لهذا الموسم الدراسي يمكن ان نتحدث بان هناك خصص، وخاصه على المستوى الثانوي بسلكي، حيث نسجل بان لدينا ما يقارب 43 خصص بالنسبه للسلك الثانوي الاعدادي، و42 بالنسبه للسلك الثانوي التاهيلي. الإشكال إذن يكمن في تدبير الموارد البشرية بالنظر إلى الخصاص الذي تعاني منه عدد من المؤسسات التعليمية في مواد أساسية، سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي بشقيه الإعدادي والتأهيلي.